هاد التسريبات اللي وريتينا الان واللي دازت عليهم تقريبا 10 ايام، الخطير في الامر اسمحوا لي نقولها انه ماشي التسريبات في حد ذاتها، الخطير في الامر ان 10 ايام دازت ما طاحت حكومه، ما تقال وزير، ما تحل المجلس، ما تسحب قانون، ما تفتح بحث قضائي. راه مشكله 10 ايام الان، 10 ايام وما كاينش تحرك. اذا حنا كنعيشوا في واحد الوضعيه ديال فساد مؤسس، فساد محمي، فساد اللي اليوم كيف كان قال لنا الوزير ما كنشوفوش وما كنلمسوش، قلنا ربما اللي شاف الفساد يعكر ليا. اليوم يسمح لي السيد الوزير، ربما خاصنا نعكروا ليه لان شفنا الفساد اليوم بهذا التسريب هذا، وهو اكبر دليل على انه الفساد ها حنا كنشوفوا فيه بعيننا، حنا كنشوفوا فيه يمشي حيا، ماشي الاشخاص، لان كنهضروا على مؤسسه المجلس الوطني او اللجنه المؤقته. وهذا جرنا لواحد النقطه اخرى وبها نختم باش ما نطولش في التدخل الاول ديال انه كيفاش بغينا اليوم نخاطبوا المغاربه ونقنعوهم بنظريه الاصلاح من داخل المؤسسات. وحنا كنشوفوا النماذج او النموذج ديال المؤسسات كيف تدار اشرف عمليه اللي هي عمليه الحكم على حميد، على صحفي في لجنه ديال الاخلاقيات، كيف يتم تداول حول الاخلاقيات بطريقه لا اخلاقيه.